تعرف انه 90% من المشاكل اللي بتقفل لك يومك سببها الطريقة الغلط اللي اتعاملت بيها مع 10% بس. يعني لو انت اتعاملت كويس مع ال 10% دول يومك كله هيمشي كويس. 10% بس، وعادة ال 10% دول بتبقى اسباب خارجة عن ارادتك، انما ال 90% هم اللي بيبقوا بسببك، طبقا للي اتقال في كتاب نظرية الفستق لفهد عامر الأحمدي، واللي بيتكلم فيه عن نظرية ال90-10، بيستند فيها لكتاب العادات السبع للناس الأكثر فاعلية لستيفن كوفي. النظرية دي بتقول لك مشكلة تافهة مالكش يد فيها ممكن تقفل لك يومك حرفيا لأنك اتعاملت معاها غلط، فتسببت لك في سيل من المشاكل قفل لك اليوم. صحيت الصبح انت ومراتك وولادك قاعدين بتفطروا عادي خالص، بنتك بتشوح بايديها راحت مطيره كوبايه الشاي، وقعت الكوبايه على هدومك، نرفزت اتعصبت مسكت البنت نفضتها، بس لسه اليوم ما قفلش. مراتك قالت لك خلاص معلش حصل خير خش غير هدومك عشان تلحق شغلك. حصل خير؟ حصل خير؟ ما هو يا هانم لو كنت انت حاطه كوبايه الشاي عدل مش على حرف الترابيزه ولا على حرف الصينيه كانتش المحروسه بنتك طيرت الكوبايه. بنتي ليه؟ هي بنت انا لوحدي؟ ما هي بنتك انت كمان. انت بتتكلم كده ليه؟ انت اللي يلا يا ابني انت هو عشان اوديكم المدرسه. نزلت من البيت متعكنن ومتعفره، طلعت من الشارع رحت مريح على الراجل اللي جنبك كسرت له الفانوس، نزلت الشارع شبطته في بعض، وصلت العيال للمدرسه متاخر، قعدت تتخانق وتتحايل على الناس على بوابه المدرسه عشان يدخلوا العيال. اول ما دخلوا بصيت في الساعه لقيت نفسك متاخر عن شغلك ساعه، رحت ساحب واحده امريكاني وطيران، الرادار قفشك، ظابط وقفك 500 جنيه غرامه. وقتي وصلت الشغل روحك في مناخيرك، يوم اتقفل لسه شفت قفله، مديرك شافك ايه يا استاذ متاخر بقالك ساعه ونص وكان عندك ميتنج الصبح والعميل جه ومشي وانت ما قابلتوش. يا ريس بقول لك ايه انا زهقان وقرفان مش طايق نفسي. يعني ايه مش طايق نفسك؟ هو انتوا اشتريتوني؟ سمعك كلمتين رحت مسمعه 10 دب 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 رحت واخد بعضك ومروح البيت. لقيت مراتك ضربه بوز محترم من الحوار بتاع الصبح بتاع كوبايه الشاي. واضح اليوم هيروح بيك فين. بوز اظن مش محتاج اقول لك بقيه اليوم شكله هيبقى عامل ازاي. كل ده حصل بسبب 10%. فهد عامر الاحمدي بيقول لك ال 10% بتوع الصبح دول لو كنت اتعاملت معاهم كويس كان زمانك اترحمت من ال 90% التانيين. كتاب نظريه الفستق كتاب هايل. احسن حاجه في الكتاب ده انه بسيط وسهل وسلس جدا. اتكلم عن فكره انك لو عايز تطور من نفسك لازم تعرفها الاول. كل الناس بتتكلم عن ازاي تطور من نفسك وازاي تنمي قدراتك وازاي تنمي نفسك. لازم تعرف نفسك الاول، لازم تدرس نفسك الاول، نقط قوتك ونقط ضعفك عشان تقوم دي وتقوي دي. كتاب نظرية الفستق باختصار كده بيقول لك انه 10% من المشاكل اللي بتواجهها في يومك بتكون لاسباب خارجة عن ارادتك، لكن 90% من المشاكل اللي بتقفل لك يومك بتحصل بسبب ردة فعلك اللي زي الزفت على ال 10%. والكتاب كمان بيطرح فكرة انه ممكن حاجات تافهة جدا في حياتنا بس لما بنتعاطى معاها بطريقة غلط ممكن تتسبب في كوارث تغير حياتك. وبعد ما بيطرح المؤلف فكرة انك لازم تعرف نفسك الاول وتحدد اهدافك وطموحاتك وافكارك شكلها ايه، ابتدي بعد كده فكر ازاي تطور نفسك وتنميه. الكتاب بيقدم لك بعد كل فصل مجموعة من النظريات يلخص لك كل اللي المؤلف عايز يقول. لغته بسيطة جدا وممتع ومسلي جدا. اهم حاجة تخليك تشتري الكتاب هو انك تعرف ايه هي اساسا نظرية الفستق.